بسم الله نبداو بالوصفة تاعنا. عندنا اللحن السميد لازم يكون متوسط، عندنا الخميرة الكيميائية، الملح نملحو كل كيلة بالملح المناسب، عندنا 2 بيضات، فنجان حليب، وعندنا نصف كأس زيت، وطبعًا الزبدة والعسل في التقديم. نبداو هنايا بسم الله، نحطو الكيلة الأولى بسم الله، نزيدو الكيلة التانية والكيلة التالتة. هنا نضيفو الملح، كل كيلة نضيفو لها الملح كيما راكم تشوفوا نفس الطريقة كيما الكسرة بالنسبة للناس جديدة عليهم لأول مرة رايحين يجربوا البغرير. في الأول رايحين تعملوها كيما الكسرة تماما، ومن بعد رايحين تشوفوا الطريقة كيفاه. هنايا ضفنا الزيت نعاود نذكر نصف كأس زيت. هنا ندخلو زيت مليح مليح مع السميد حتى تتجانس المكونات. لهنا عنا الخميرة الكيميائية نحاولوا نحطوا مغرف قهوة حليب والسكر تاني، ندخلوا السكر مليح والخميرة مع السميد كيما راكم تشاهدوا. الآن نضيف الحليب يكون دافي، خلطوا المكونات جيدا مع بعض بهذه الطريقة حتى كي يكونوا عندنا دي بول كيما هذا نحاولوا نحيوهم بهذه الطريقة، نحطوها في يدينا ونبداو نحيو ونرجعوها سوبل ونرجعوها كامل مزيج متجانس. لهنا دفينا الماء ونحطوه بسم الله، نحطوه بهذه الطريقة، نحطوه بشوية في المرحلة الأولى، نحطو الماء حتى تصبح عندنا كتلة واحدة ما كيما العجينة تاع الكسرة. نزيدو البول التاني، هادي سما في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تكون سهلة سما بزاف استعملوها المرحلة هادي سما مروا بيها كيما راكم تشوفوا. أنا نفضل البغرير اللي يكون يتعجن باليد أحسن وأحسن بالنسبة ليا من العجين اللي يكون بالميكسر والبغرير اللي يكون بالميكسر، باسكو هذاك شوية يكون تقيل ماهوش كيما هذا يكون خفيف وهشوش. أختي مادام توحمتي على البغرير ويخفى عليه لازم تشمر على درعيك وتنوض تخدمه كيما راكم تشوفوا. لهنا بعد ما لمتنا العجين نجيبو طرشونة نغطيوها نخليوها لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق شوفوا باللي عادت العجينة طرية كيما راكم تشوفوا. نبداو نحلو بيدينا. دوك جات المرحلة الثانية هي أن نضيفوا الماء دائما لازم يكون دافي كيما راكم تشوفوا. نضيفوا الماء ونبداو نحلو بيدينا. المرحلة هذه لازم نحلو بشوية، ما لازمش نحلوها بزربة، لازم غير بشوية باش العجينة تتناسق معنا وتكون متناسقة. تزيدوا الماء بالتدريج. هنا تعمدت أني نطول لكم لا فيديو باش نوري لكم بالتفصيل كيفاه العجين، باسكو السر كامل في البغرير هو في العجين هو الأساس. ومن بعد راح نوري لكم دي زاسيوس خلاف كي تحطوها في الطاجين وحوايج كيما هاك راح تساعدكم بزاف. كيما راكم تشوفوا نضيفوا الماء بالتدريج. اللي يسقسوني على الماء حوالي من 5 إلى 6 كيسان ماء، مش دي كيسان بول ماء، هو على حساب عينك ميزانك كما يقولوا. راح تشوفوها بشوية بدات تتحل كيما راكم تشوفوا. نبقاو نعجنوا فيها حتى ترجع لنا سوب الخلاص، ترجع سوب وكيما راكم تشوفوا هكا. هنا نضيفوا البيض، نضيفوا 2 بيضات. البيض دائما لازم يكون بنفس درجة حرارة الغرفة دائما وأبدا هكا.
هنا بعد ما ضفنا الكمية المناسبة من الماء، هنا المكون السري هو الخميرة الكيميائية. نحطو 2 علب، لهنا كنت حطيت 2 علب، حطيتها في أسياد، نحطو 2 علب ونخلطو مليح مليح حتى تتجانس المكونات. نغطيوه هنايا بصحن كيما راكم تشوفوا. رحنا للطاجين. الطاجين عندنا لهنا هذه الطريقة تاع جدتي ربي يطول ان شاء الله في عمرها. تدهن الطاجين بالشحمة. هنا الطاجين تاعي كان تكسر لي، دايوغ رايحين تشوفوا في التقديم انه في البلاصة تاع التشقق كاين بغرير مشقق من الكوتي هذاك. لا علينا، هذه هي الطريقة تاع وضع البغرير على الطاجين. نبداو نشوفوا الفقاعات راهي طلعت ما شاء الله. ديما الحبة الأولى ما راحش تكون كيما يحب الخاطر والبال، ديما الكعبة الأولى هي تاع التجارب، ومن بعد مع الحبات الأخرين الحبة التانية التالتة تبدأ العجينة تاعنا تتبان وتجي منقبة وباهية كيما راكم تشوفوا. الكمية اللي راني درتها لكم تاع عائلة تتكون من 6 أفراد هكاك، سما كمية متوسطة تكفي وتوفي تشربوا بيها الحليب روعة. هنا ما قدرتش نصبر حتى نكمل الفيديو، قلت ندوق معاكم واحدة. شوفوا الله يبارك شحال طري وهشوش ما شاء الله. روعة روعة. نتمنى انكم تجربوه. تبقاو على خير، أمسية طيبة وإلى اللقاء.